تحياتي لاصدقائي فين ما كنتوا. وغادي ندخلوا دابا للمنافسات الافريقيه للانديه. فوز نهضة بركان بهذيك الطريقه بهذاك السيناريو. لا غير ما ندخلش معاك على ريفيرز، ما ندخلش معاك ديريكت معاك في الشرح ولا في النقد ولا في هذا ديال المباريات. قبل ما نرجع معاك للوراء، تكلمنا على واحد جوج ديال الفراقي هما الاولين. قلنا فريق تهضر على الحظوظ دابا اللي كنا قلنا هي. هضرت على فريق شيش ملكي والمواجهه ديالو ديال فريق الاهلي صعيبه، وهضرت على اسفي مع اتحاد الجزائر. اتحاد الجزائر، وتكلمت لك في واحد الشق، خليت النهضره البركانيه بالحظوظ، وعطيتك هذوك لي ماتش اللي تيكونوا بحال اللي تكلمت على ديال الوداد في الكاف اللي قلت لك دي ماتش بياج. يمكن من خلال المجريات ديال المباراه نجحنا تقريبا في المعطيات فالمباريات كلهم تقريبا. تكلمنا على فريق الجيش الملكي ضد الاهلي، وقلنا في مباراه لن تكون سهله. يمكن انت قلت لي الحضور الجماهيري وي، ولكن هذا الجمهور مع كامل الاسف هو وسط منه. احنا دائما كنقولوها، هذا هو اللي خطير. ما تبقاش تولي تقول نسبه ولا هذا، لكن راه الناس دابا ملي كتكلم عليك ما كتكلمش على النسبه، كتكلمش على واحد كما كيقولوش أربعة هذا ولا خمسة، لا، تيتكلموا على المغرب بصفه عامه، وهذا هو اللي صعيب. وثم نرجع معك عاوتاني التكرار، حتى مع واحد الفريق اللي هو من قبل ما كيكون جاي يلعب معك، لاحظناه مع الوداد ومع فريق الرجاء ومع فريق يعني ملي تيكون جاي للدار البيضاء ولا هذا، كيدير جميع الآلة الإعلامية كتخدم. حنا كنا عارفين هادشي، ولكن ما كناش كنتمناو على انه توقع هذيك الواقعه. اتونسيون، اذا تفرجتي في الماتش راه كان مزيان. انا عجبوني الجيش الملكي. الجيش الملكي راه كانوا مزيانين، نقدر نقول لك احسن ما داروا هاد لا سيزون. ماشي هاد لا سيزون. الجيش الملكي ديال 4 سنين 5 سنين باش تشان الجيش بهاد لا كاليتي ديال لو جو. بروميير ميطون كانوا مزيانين وغاديين، ضيعوا لان كون ماركاو كانوا غادي يكونوا مرتاحين، ضيعوا. وانت مع من كتضيع؟ مع الاهلي في اي لحظه. وانا قلت لك ذاك النهار، قلت لك منير اتونسيون، هذا فريق اللي عنده لعابه محترمين مجربين وكيعرفوا واش كيديروا. الا شفتيهم ميتين كيصحابك ترى ناعسين، هما راه بنادم ناعس، ولكن هو ميم كيتسنى عين تيضربك. وهي اللي وقعت ان كونتر. تريزيغي طاح على تيت بلونجونت، ماركا لك التعادل. دخل الفريق الجيش الملكي في دوزيام ميطون، هو اللي كان عنده الاسبقيه، ومشى عاوتاني ترفضوا بعض الاهداف. انا غترجع ثاني لذاك الشيء ديال غادي نتكلموا على نفس الاخطاء اللي كنقولها، وهذه راه شي حاجه اللي هي خطيره وخطيره جدا. مع كامل الاسف دقيقه 75 ولا شوف انا ما عرفتش انا داك الشيء، غادي يبدا الرشق بات هذا الماتش توقف. الحكم دابا ما ساعدتيش حتى الحكم. دابا داك الفار هو كان اداه مساعده للحكم، وما كينساو بين وراء اداه مساعده للحكم البيبليك كل شيء لهذوك التقنيين اللي جالسين في البوندو توش. اداه مساعده لمباراه كره القدم غتخليك تهنيك من جميع الشكوك. مع كامل الاسف ماتش بداك الشكل كان يسالي ب3-1 ب2-2 بزاف ديال الحوايج، ولكن في غياب الاله اللي كانت غتساعد هذاك الحكم الليبي وتعطي كل فريق حقه، وتعطي كل فريق حقه، الله يعطيك الصحه، ما كانش خلاتنا نشوفوا ماتش اللي هو زوين، ولكن في نفس الوقت خياب بهذيك الاحداث اللي كانت. نزومي لك على الكره الى جات على خاطرك. شنو اللي عجبك في الجيش الملكي؟ هذاك لونجاجمون اللي كان، ذاك البساطه اللي كان بالترواتوش هذا كيوصلوا للبوطو. عدم كيف كنقولوا حنا بنادم ما يكونش مزير، لا كيبغي هو كيبغي يدير اللعب الفردي. شفتوا انا داك فوالا كان نهار الجمعه توفرت فيهم ديك القضيه ديال اللعب الجماعي، دي باس. شفنا اتونسيون راه الكره اللي ضيع حريمات في ضربه الجزاء، الفضل كيرجع للجوور اللي بوريكا اللي كانت مقرب ودار ان تاكل ولا مشى وضربها ودار. هذه هي. شوف فريق الجيش ذاك النهار كانوا لا ريوسيت ما كانش عند حمودان،
الفحلي دار ماتش يعني دراري سليم. رجل المباراه بالنسبه لي هو المدافع السنغالي مندي. كان تبارك الله كان مزيان. كان مزيان في لي طاكل ديالو كان صحيح تبارك الله. كان غادي كان بالفار كان يقدر يخرج حمراء. يخرج حمراء فاش مش كان غيقسم واحد اللاعب مشى تبارك الله، ولكن دخل معاهم في لونجاجمون. كان مزيان. ولكن مع كامل الاسف انا نقول واحد القضيه غادي نرجع معاك ما واش عقلتيش كنت قلت لك. راه هي انا جايك قلتي لي الا ما كتبش الله الرباح عدم الخساره. هذيك النقيطه مزيانه تكلمت لك عليها. هذيك النقيطه الى فريق الملكي استغل هذا التوقف. انا ما كنتش باغي ليه التوقف، لان التوقف غادي دابا الشيء دابا كتهضر على ريتم. احنا باش كنهضروا دابا على الريتم، دابا هذا الريتم اللي غادي يهرس. دابا كون كان ماتش البطوله تابع الجيش الملكي هاد الايامات، شكون اللي غادي يلعبوا بهذا الريتم؟ انا تنظن ما يخسروش. انا لا اظن بهذه الطريقه باش يلعبوا نهار الجمعه. الخلاصه ولكن دابا نقول لك واحد القضيه غادي تمشي دابا تجلس مشي تجلس منير صافي واللعابه مشاو للمنتخب. داكشي اللي كاين. اما خلاصه القولنا بالنسبه لي الجيش الملكي في الماتش ديال الاهلي شفنا ديك الجيش الملكي اللي كان عارف كلشي باعتراف ديال الجميع. لي فار اللي شوف منير باعتراف ديال الجميع. حنا تفرجنا ملي كتكون الجيش خايبه تنقولوا خايبه، كانوا مزيانين. دابا هذا الماتش تحيد الاهلي وتحط خصم اخر تربح بحال الجيش. غناخذوا فاصل مستمعينا الكرام، عاد غنرجع بك فخر الدين. قول لي كيفاش كان الانتصار ديال نهضه بركان. انا بكل صراحه كنت كنتفرج في الماتش فقدت الامل، قلت صافي سالاو، مشيت خليت الماتش. جا ولد خويا الصغير قال لي بركان بركان، قلت لي التعادل شي اخر شي في 90 في 90 راه 7 دقائق تزادت. قال لي يا ولد خويا راه نهضه بركان نفس الرؤيه اللي كنشوفوها انا وياك ديال كره القدم افريقيا جنوب الصحراء اللي كدير دائما. فاصل ثم نعود. أنتم دائما في الاستماع لبرنامج البطولة على شادة اف ام، ونواصلوا معكم مستمعينا الكرام النتائج ديال الأندية المغربية في الشامبيونز ليغ وكأس الكاف. حنا في الشامبيونز ليغ بعد الحديث على الجيش الملكي والأهلي نقطة مزيانة للجيش الملكي. خليوها نقولوا شوف أحسن من هزيمة، واللي معها المستوى المطمئن ديال الجيش. فوالا نهضة بركان والفوز على ريفرز جلوح. بركان راه خسر بركان خسر لأنه بالك الفضل كيرجع للحارس محمدي. لانه في الدقيقه 65 ما عطوش ديك المحاوله حيد دوزيام كلوتير بيت منير بيت. وجات اوكازيون اخرى حتى هي، فريق كان واقف خلق مشكل. الفريق النيجيري الريتم باش كانوا لاعبين بركان بعدا لا اظن بانه وهو واحد القضيه الحمد لله وشكروه في غياب جماهير الملعب اللي كيكون كبير وفارغ. راه افون ما كنتش كتلعب دوك الملاعب. افون منير كتلعب شوف انا نقول لك كتلعب ملعب صغر من هذاك كتدخل شوف وعامر كيجي الكار داك ديال اللي هازك ديالهم هما داك الترونسبور الا حطك ما تقدرش بعدا تدخل من ما بين داك البيبليك اللي كيكون حاضر برا والداخل. عاد الارضيه ديال الملعب عاد بزاف ديال الحوايج. راه والله العظيم افونتاج عند الفرق المغربيه دابا اللي تشارك، لانه صراحه ملي كتشارك في ذاك الملعب بداك الطريقه كبير وفارغ. انا كنضرب انه بركان لولا السذاجه اللي كنهضروا عليها دائما ديال الفريق، المدرب ديالهم بقى هكا واقف ما فهم والو. الهدف الاولاني ديال التعادل دقيقه 96 فوالا 95 يونس الكعبي، ثم هدف حارس منير ديجاجمون. انت كتشوف اللعاب جاك حتى حداك بحال هكا وضربتيها ليه ومشات باعها لا ماشي هكاك وداك الشيء ما راه ما يبغيهاش شي مدرب ولكن هادو هما الفروق ديال جنوب الصحراء. نرجع بك للماتش دابا، نحيدوا الريزولطا. نهضت بركان خداو 3 ديال النقاط، داروا 6 العلامه الكامله. ولكن الماتش راه خسروه. شنو هما الحوايج اللي بانوا لك انت في نهضه بركان انا نقول ما تمشاوش نهائيا؟ ابار ذاك بول باسين ولا بول باسين هو اللي السول جوور اللي كانت عنده دوك لي كاباسيتي على انه في انتظار المليوي اللي راه اللي دخل اللي غادي تدريجيا. ماشي سهل تدخل في لهيه من ليوي. انا الشيء بالليوي ما تدخلوش الشعباني انت ما تدخلوش تما، ما تدخلوش في هذاك الماتش. انت كتقلب على التعادل وهذاك الشيء يقدر السيد يدخل. انا نقول القضيه راه اغلاط كيداروا بعض المرات في كل شوا. المليوي الا بغيت ندخلو انت رابح 2-0 في بركان كتعطيه لا شونس يقيس الكره ويدير هذا هذه العباره اللي كتقولوا انتم وفي تيرانو. اما تدخلوا في هذيك الدخله صعيبه، سيف ذو حدين. عندك الزهر ما كانش سميتو لي كونتاكت وتقدر تضيع فيه. هذه وحده.
ابار هذا الكونتوني ديال الماتش النهضره البركانيه كان بحال التراخي في دوزام ميطون بغاو يمشيو ولكن ماشي ديك النهضره البركانيه اللي عوداتنا منير ايام زمان على انها كتكون ضاغطه سميتو. انا كان بالنسبه لي الشعباني في هذا الماتش هذا خصو يجي فرحان لانه نورمالمون الماتش مشى ساليتي خسرتي 0 بوان كنتي غادي تعاود من الاول عاوتاني. واش كان استسهال ديال رجال استسهال؟ لا خصهم يعرف النهضره البركانيه منير. دخلتي في الشامبيونز ليغ المقومات ديالها اتونسيون. انا كنظن الشعباني راه عنده تجربه في هذه القضيه هذه، راه غير بدايه. انت دابا هي راه في دور المجموعات، انت غير بدايه ومازال جايين لك ماتشات وغادي توقف. راه هذا من بعد التوقف عندك الي وريتور مع بيراميد. اسمح لي يا منير غادي تبدا تلعب مع فرق اللي صعيب. فكان الفوز ديال فريق نهضة بركان في كأس الكاف، هزيمة أولمبيك أسفي أمام اتحاد الجزائر. هذا منير هذا الماتش اللي فاجئني فيه هو العرض اللي قدم أسفي. من بعد ما تكلمت لك على المباراة اللي تلعبات وتربحات اش قلت لك منير؟ قلت لك ما نمشيش بهذاك الربح ولا خصني خديتي منه قلتي 3 بوان على برا مزيانه. ابار هذيك راه ما كان حتى شي حاجه اخرى. انا اللي فاجئني هو اول مره كنشوف اولمبيك اسفي هو اللي مخلي الخصم ما عرفت واش شتي انت شفتو. وهذا هو الجماهير. انا شكيت الجماهير ديال اسفي كلها منين سمعتها كتكلم قال لك حنا ما يمكنش لينا كنا خلينا فهمتي يعني ما كانش شي. واش نقدر نقول لك على انه زكريا ما عندوش باقي كيتسنى افتتاح ديال سميتو ويجيب لاعبين اللي غادي يقدروا، حيت اسفي راه كل مره كيضيع فهمتي يا منير. كاين هناك نشير فقط غير تسجيل المنتخب الوطني المغربي هدف امام المنتخب الاسباني، دابا راه 3-1 في الجوله الاولى وكتسجل على الاسبان. سي ديجا با مال. يلا الجوله الاولى وهدف جميل. هدف جميل مزيان. كانتير رجعت من حارسه المرمى ناديه الفتح في المكان المناسب. ناديه الفتح اللي كتلعب في الوداد في الفوطه 11. برافو. حنا غاديين نرجعوا علاش قلت لك هذوك الهزائم اللي كدير في الاول كيخلوك تلعب دائما. قلت لك منير اولمبيك اسفي خلى المبادره. انا نسولك هنا الله يحبك من داكشي اللي شفتي انت، واش هو اللي خلى المبادره ولا اتحاد الجزائر كان عنده اللاعبين اللي هما اللي لا منير هما اللي خلوك لا لو ستيل تاخذ هذا الاختيار؟ لو ستيل ولا الطريقه باش كنتلعبها اتحاد العاصمه كيبان بانه منير. اشوف رانا هضرنا على المدرب اللي موجود عارف اسفي ماشي مره ماشي جوج تيعرف راه هذه راه تحسب. كتجيب ان اونترينور اللي ديجا ما غيكونش خايف، عارف كيفاش يتواجه مع الفريق. غير هو اولمبيك اسفي اشنو هو اللي كان كينقصو باش ما دارش دوك لي ماتش اللي كملوا في كيدير، على انه في الملعب ديالو هو اللي كيكون ضاغط على الفروق. الجرأه ما عرفتش ما زعموش. وما انا ما نقدرش ندخل فيها، انا ما نكرهش فهمتي. يقدر زكريا يشرح لك يقول لك اشنا هو واش كان اختيار ديال الطريقه بشويه عليا تجيني لوكازيون. راه حتى البيت اللي غيتمارك عليهم راه خطا. تقدر دير خطا مع فروق ديال جنوب الصحراء، ولكن ملي كتغلط مع هادو شمال افريقيا كتأدي ثمن غالي. هو اللي وقع. غير هي في هذه المباراه على الاقل كون جبتي تعادل غيكون مقبوله، غيكون احسن. الجمهور اسفي ما كانش قابل لاموني. حنا نتمناو يعني جميع الحالات اولمبيك اسفي لا يحاسب على النتائج. انا بالنسبه لي دخلوا لعبوا هذه المنافسه لاول مره مزيان. قدرتوا ديروا شي حاجه تبارك الله، ما قدرتوش ديروا. ما يقال على اولمبيك اسفي ماشي هو اللي غنقول على الوداد. الوداد اللي خارج الميدان. الوداد راه لعب بالثقل ديال التوني، لعب بالثقل ديال لو ستاتيو. الوداد لعب مع نادي عزام. انا غندخل لك برايي مباشره اللي جيتك اللي هضرنا عليها. واش ما بانش ليك سور بابي اش قلنا؟ قلت لك سور بابي راه الوداد خصها تاخذ ولكن قلت لك في الماتش راه كاين بروميير ميطون كنقول الله يخرج العاقبه على خير. انت كيف شفتي هذا شنو بان لك في الماتش؟ قلنا شوف داكشي اللي كنا كنتوقعوه. يمكن منير سبحان الله العظيم كاع داك الفرق اللي تكلمنا عليهم وكل واحد كل فريق عطيناه داكشي اللي غادي يقدر على حساب الحسابات اللي درنا. فريق الوداد منير اتونسيون راه كان بالمحاولات اللي جاوا هذا وتفرق الوداد جاوا محاولات في لا بريمير ميطون. مي ديال الخصم كانوا اوضح وهي بلاتي، ولكن كي قلتي انت ديال الخصم كانوا اوضح. انا غادي نقدر نتكلم على بريمير ميطون نعطي فيها واحد ليكيليبر ولا واحد معدل ديال 50-50
مع امتياز اكثر شويه الفريق التنزاني اللي كان عنده، ولكن اللي غنتكلم عليها منير هو الشوط الثاني. حتى دابا راه كنهضروا على بريمير ميطون، لان الشوط الثاني منير راه كان تقريبا ضغط كلي بالنسبه لهذا الفريق التنزاني، وكنا تكلمنا عليهم. تنزانيا اللي قلنا بإيبينغي، بمدربين اللي ولات كتجيب تنزانيا، الفروق ديالها تكلمتي عليها انت اللي ولات كتشتغل، عينه اللعابه، عينه ديال الله يعطيك الصحه، وبان على انه فريق اللي خلق مشكل لسميتو، خلق مشكل الفريق الوداد. انا دابا ملي كنكون كنتفرج دائما كنقولها لك انا، واش ما كيبانش لك بانه مازال خاصك تجي تجتهد، لان المقبل اصعب. ايه انا شفت بعض النتائج، واحد الفريق الكونغولي وقيلا راه كاين تما في الكاف، لو بوبو ربح ب4، ربح منتخب ديال ربح فريق جزائري ولا مع فريق. لا انا غنعطي النتائج، تعطي النتائج. انا اللي فاجئني يا منير هو بعض الفروق اللي داخل الميدان ديالها دارت سكور وربحات اتونسيون، وفرق اخرى دارت دي بروج. اذا انا كنقول حيت ان شاء الله فريق الوداد غيدوز، ندوزو، راه غادي ندوزو ان شاء الله، حنا قلناها، ولكن خصك تدوز وانت كتخمم ملي غيتجمعوا هذوك، هي ملي كتعصر ديك فوالا الكريم لتحت، وغادي يبقى داك الي روتور مع فروق اللي هي ما كتغلطش، وبحضور الفار في كارت فينال، في كارت فينال، لان كيولي الفار وكيدير. انا بالنسبه لي المباراه ديال نهار الجمعه في تنزانيا عدد كبير من اللي تبع المباراه انا ما عجبونيش نهائيا. كان تخوف، كان تخوف، ما عجبونيش. ساعه ونص سالات، يعني كيف كنقولوا حنا بواحد الطريقه اللي كان في خبرك واحد القضيه، راه تنزانيا راه كانت في اي لحظه دير سميتو، نقدر كاع ولكن ماشي لديك الدرجه. ما قيل على نهضة بركان حتى هو نقدر نقولوا على الوداد ياخذوا 3 نقاط ديال الربح. والماتش راه نقول لك واحد القضيه، راه شوف اللي تفرج في المباراه ديال فريق الوداد وهذا الفريق التنزاني كنظن بانه دوز ساعه ونص، دوزه ثقيله. علاش؟ لانه كان معذب. جبتي 3 بوان، ولكن ملي كتشوف الماتش ككل يعني باقي مازال. ما اهم ما كان هو 3 بوان ديال الوداد. انا اللي كنشوف، حنا اللي بغينا لا بركان الوداد، الجيش واسفي، دابا لعبتوا 2 ماتش، غتشوف تجلسوا دابا العمل على اللي جاي، حيت مع الدخله ثاني مع حيت راه لا البروبليم هو انه خاصك تزيد في لاكادونس ديالك، وتزيد في شنو هما راه اتونسيون. راه يمكن حنا كنتكلموا دابا وكنرشحوا قلنا نقدروا نشوفوا لماذا اسفي وفريق الوداد وهذا، ولماذا ان شاء الله بركان والجيش، ولكن راه ماشي بالريتم اللي كتعطيه ليا بحال هكا وتقول لي انا علاش، لان راه جايين خصوم اخرى اللي هي تشتغل واللي حتى هي عندها راه تعطيني النتائج وغادي نقول لك اش كاين. راه كاينين بعض النتائج ديال الكاف وديال الشامبيونز ليغ جاوني شويه منير